السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن كل اللي بيحصل على مدار اليومين اللي فاتوا، سواء من التصريحات اللي كانت موجودة من مرتضى منصور وظهوره بالشكل اللي كلكم أكيد تابعتوه، كل المواقع بتتكلم عنه، وحالة السباب اللي كانت موجودة بشكل عنيف وشكل عنيف جدا، والقضايا الكتير اللي هو طرحها واتكلم فيها. وخلينا نقول يعني في ناس ممكن تكون متفقة على بعض الحاجات اللي هو ممكن يكون قالها، والبعض الآخر ممكن يكون شايفه تجاوز. هل التجاوز اللي موجود أو الظهر أو الشكل اللي هو ظهر بيه ده، هل الغرض منه هو فعلا إنه يثير بلبلة أو يثير بعض المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الأجواء وفي الوسط، ولا هل هو ممكن يكون بيتوهك عن حاجة تانية ممكن تكون انت مركز فيها او بتبص فيها؟ وكمان هنتكلم عن تصريحات عبد الله السعيد وتصريحات كهربا واخر مستجدات موقف كهربا، ايه اللي ممكن يكون حصل فيه ووضعه ممكن يمشي ازاي الفترات اللي جاية، وايه اللي ممكن يحصل في قصة عبد الله السعيد والمشاكل اللي هو واقع فيها والحجز على امواله، وهل هي مشكلة عابرة هيتم حلها؟ وهل فعلا احمد فتحي، باعتبار ان في مواقع كتير اتكلمت وقالت لك ان احمد فتحي طلب بشكل رسمي من مسؤولي بيراميدز ان هو ينهي حياته في النادي الاهلي، حياته في الملاعب طبعا في النادي الاهلي، ووصت بعض الناس عشان تتكلم مع الكابتن محمود الخطيب في الجزئية دي. ندخل على مرتضى منصور كجزء اول في الحلقة، وعايز اقول لك ان هو في الكلام اللي طلع واتكلم فيه والوضع اللي قاله. طبعا انا مش بصدد ان انا اتكلم معاك، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا قناة رياضية، وبالتالي الامور المتعلقة بالسياسة احنا مش هنتكلم فيها ومش هنخوض فيها ومش هنتكلم عن تفاصيل فيها، لان في ناس هو ده تخصصها وده منطقها وده الجزء بتاع شغلها، هي اقدر مني انها تتكلم في الجزئية اللي زي دي. لكن الجزء الثاني اللي هو التصريحات بتاعته والكلام اللي قاله اللي كان متعلق بمحمود الخطيب وبعض الاشخاص اللي موجودة في كيان النادي الاهلي. النهاردة انت لما فتحت الكلام عن جماعة الاخوان الارهابية وغيره 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 من الحديث على الجوانب دي، ما ينفعش ابدا ابدا يعني ان انت تدخل الاهلي وتدخل الخطيب وتدخل بعض من رموز النادي الاهلي في جمله مفيده وتقارن الاثنين ببعض. هتقول لي ما هو ما عملكش مقارنه ببعض، هقول لك لا، ما هو كونك انك انت تفتح الموضوع وتتكلم فيه بالشكل ده وبعدها تدخل الاهلي في جمله مفيده، ده معناه انك بتساوي ما بين الاثنين وما بين بعض، وده له صحيح ولا حقيقي ولا ينفع في الاساس لسببين اتنين. السبب الاولاني ان اكيد ان كل الجهات المعنيه في هذا الشأن عارفه ومتاكده من ميول الناس، والناس دي ميولها فين ورايحه فين وبتساند وتؤازر مين، ده سبب. السبب الثاني هو احنا لحد امتى هنخلط السياسه بالرياضه؟ يعني النهارده بتتكلم على النادي الاهلي، بتتكلم على كوره، بتتكلم على رياضه، بتتكلم على اداره رياضيه، الموضوع ملوش علاقه ابدا بالسياسه، ولا ينفع ان احنا نخلط السياسه بالرياضه، لان انا ما عنديش قناعه بان السياسه لها علاقه بالرياضه او الاتنين ممكن يكونوا موجودين مع بعض. دي فيها بعض الألاعيب وبعض القصص واتكلم فيها زي ما قلت لك من شويه، في ناس كتير اقدر انها تتكلم فيها وتناقشها معاك، انما الرياضه يعني انقى من الكلام ده كله، وماش الهدف، اصل هي مش حرب. يعني لحد امتى احنا هيكون عندنا الهدف الاساسي اللي نبقى مقتنعين بيه ان الهدف من الرياضه ما هياش حرب او ان فريق يهزم التاني او كلام من ده؟ الرياضه يعني من وجهه نظري لها اهداف اسمى بكتير جدا من انك انت تفكر في فريق فاز وفريق خسر. وبعدين انا النهارده لما بتكلم على ان انا مش في وقت دولة تحتاج فيه الى التكاتف، ما تحتاجش الفتن، ودايما بطلع وبصرح وبقول الكلام ده، ما هو احنا مش عايزين الكلام يبقى مناقض لبعضه. يعني مرتضى منصور دايما يطلع يقول لك ايه؟ يقول لك الدولة في حالة من الحالات اللي في بعض الاعداء بيتربصوا ليها
بالمناسبة انا متفق معاه في الكلام ده، انا ما بقولش ان الكلام ده مش حقيقي، لكن في نفس الوقت انت بتدعو ان ما نحصلش وما يبقاش في فتنة موجودة ما بين جماهير الاهلي والزمالك والجماهير في الرياضة بشكل عام. وابقى انا النهارده لما اطلع بتصريحات بتحتمل اتهامات موجودة للاهلي ولمجلس ادارة الاهلي وغيره من الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الرياضة، طب ما انا هنا بساعد على وجود فتنة، انا هنا ما بوقتش الفتنة ولا حاجة. يعني انت المفترض انت في موقف زي كده تكون انت بتقول انك مديت ايدك اكتر من مره للصلح. وعلى فكره يعني برضو الحته دي مهمه قوي ان احنا نتكلم فيها، ولازم تبقى واضحه للجميع النهارده. يعني بلاش ندي مثال على مرتضى منصور وعلى محمود الخطيب وعلى الناس اللي موجوده في هذا المجال، تمام. خلينا نقول ان زي اي اتنين ممكن يكون في بينهم اشكاليه او في بينهم خلاف معين في وجهات النظر، ده امر طبيعي ومنطقي. لكن انا مش بالضروري ان انا هصالحك بالعافيه. يعني انت عرضت، وطبعا يعني شيء كان محمود بالنسبه لك انك انت تعرض الصلح اكتر من مره، لكن مش بالضروري ومش اجبار ان الطرف الاخر يقبل هذا الصلح. يعني ما تقدرش تجبر الخطيب وغيره من الاشخاص اللي دايما كانوا يعني بيتم تراشق الالفاظ في حقهم الفترات اللي فاتت، هم شايفين من وجهة نظرهم لا هم مش هيتصالحوا، هم احرار. في قضية او مشكلة ما بين اتنين بيروحوا المحكمة، المحكمة ممكن تكون بتعرض الصلح بين الطرفين، ممكن طرف يوافق والاخر لا، والطرفين يوافقوا، هو ده نفس الموضوع بالظبط. الطرف مش قابل اسيبه لغايه ما يهدى، لكن مش معنى ان انا عرضت عليا الصلح انا ما قبلتوش فاطلع اهاجمك عشان انت ما قبلتش الصلح، ما كده عمركم ما هتتصالحوا. لكن هتتصالحوا امتى؟ ممكن الطرف الاخر مش قابل الكلام ده، وجايز يكون عايز يديك فرصه تانية، يستنى ان انت تكون فيها هديت ويتابعك ويشوف انت هل هتلتزم بعرض الصلح ده في ان انت تبطل تغلط، تبطل تهاجم الناس، تبطل تخوض وتتكلم هنا وهنا وهنا. هنقول ساعتها ممكن يقبلوا هذا الصلح. لكن مش معنى ان هو ما قبلش الصلح يبقى ده معناه ان انا اطلع هاجم بشكل اكثر شراسة من اللي كان موجود قبل كده. ده مش كلام. اكلمك كمان عن الجزء الخاص بتصريحات عبد الله السعيد. وطبعا خلينا نتفق ان في نقطة مشتركة ما بين عبد الله السعيد وما بين محمود عبد المنعم كهربا، وهو ان الاثنين عندهم مشكلة مع القطبين. عبد الله السعيد المشكلة الأساسية بدأت تظهر لما ماطل في التجديد. وخلي بالك يعني هكلمك كلام يعني ممكن ما يعجبش ناس كتير بالمناسبة في الجزء الخاص بعبد الله السعيد وكهربا. أنا ما عنديش مشكلة بالنسبة لعبد الله السعيد كواحد بيشوف الموضوع من بعيد، مش محسوب هنا أو هنا أو هتتكلم على هنا أو هنا، انك انت ما تجددش وترحل عن النادي الاهلي او ترحل عن غيره من الانديه. لكن اللي بيزعل الجماهير كم المماطله اللي ممكن يكون موجود من اللعيبه، وهو نفس الحال على فكره بالنسبه لكهربا. كهربا لو ما كانش سافر البرتغال وعمل ترانزيت هناك وبعد كده رجع هنا على النادي الاهلي، ما افتكرش ان الناس كانت ممكن تعمل مشكله، خاصه انه كان مجدد. فانت هنا حر في اختياراتك، مفيش مشكله. وهو ده لما تيجي تعمل مقارنه بين الثلاثه، بين عبد الله السعيد وبين كهربا وما بين احمد فتحي، هتعرف الجزئيه دي. النهارده انت من حقك تختار ان كنت هتجدد ولا لا. فكهربا مضيت على عقد تجديد واتهمت الناس بالتزوير وان الناس زورت وان الناس كذا وان الناس كذا. انا مش جهه تحقيق عشان اقول لك العقد مزور او لا، لكن انا ملزم بالحكم اللي طلع من محكمه الكاس طالما قالت ان العقد يعني بنوده سليمه وصحيحه بشهاده اتحاد الكوره، يبقى هنتعامل قدام امر واقع. لو انت شايف ان في تزوير في العقد بتاعك، خد اجراءات الطعن بالتزوير امام المحكمه المختصه. عبد الله السعيد الاهلي ليه عنده مقابل مادي، راح لجأ الى القضاء العادي عشان خاطر يحصل على المقابل بتاعه، خد حكمه وحجز على امواله. يعني المشكله هنا فين؟ يعني ليه دايما بحس ان بعض اللعيبه احنا بعيد قوي، خلي بالكم. وموضوع ان انت يعني تحس ان الكوره عندك هنا في مصر فيها مشاكل كتيره جدا جدا، واعتقد ان سببها الرئيسي
مشاكل تتعلق بالاداريات، لان طول الوقت انت بتحس ان لاعب الكوره بتحس ان هو على حق، وناس كتير بتأيده وتدعم وجهة نظره، في حين ان النادي هو كمان ليه عليه حق. ليه كل الناس شايفة ان اللعيبة هي اللي طول الوقت وعلى طول الخط هي اللي وجهة نظرها صحيحة، والإدارة دايما هي اللي بتبقى غلطانة؟ يعني ليه ما بنعملش زي كل الدول اللي فيها إدارة رياضية على قدر عالي جدا من الاحترافية، تقول لك ان ليك حقوق وعليك التزامات، لكن ما ينفعش يبقى طول الوقت ليك حقوق وما عليكش اي التزامات. عموما كهربا موضوع لسه مطول شويه، ومش هيتحل في يناير، هيتحل اخر الموسم. وسيبك بقى من الكلام اللي ممكن تكون بتسمعه وبيتقال لك ان الاهلي ينتظر انعاش الخزائن بتاعته ببعض الاموال من الشركات الراعيه اللي موجوده عشان يدفع مستحقات كهربا. ده مش معناها ان الاهلي بيتخلى عن كهربا، لكن الاهلي عنده حاجات تانية هتكلفه فلوس، زي بعض المستحقات اللي موجودة عند لاعبين موجودين عنده، بعض الإنشاءات اللي الأهلي بيحاول يطور فيها في الفرع الرابع اللي هيفتحه، بيفكر إن هو يبدأ فيه أعماله الإنشائية. دي كلها حاجات محتاجة فلوس. فكر في الاستاد، دي كلها حاجات يعني محطوطة ضمن الأولويات اللي قبل موضوع كهربا جوه مجلس إدارة النادي الأهلي. عبد الله السعيد لسه الأمر بتاعه بعد ما استأنف على الحكم، تالي الحجز لسه ما زال قدامه كلام وقدامه كلام، وإن كان بعض الوسطاء بدأوا يحاولوا عشان يقربوا وجهات النظر ما بين عبد الله السعيد وما بين مجلس إدارة النادي الأهلي. أشوفكم في حلقة جديدة.